ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا كيك فراوله. لا، هو صاحبه التورته اسمها فراوله، لكن الكيك مش هيبقى فراوله، الكيك هيكون معانا شوكليت. حبيت اشارك معاكم الفيديو بتاع النهارده عشان فيه تفاصيل ان شاء الله اول مره تشوفوها عندي على القناه. انا عملت معاكم اللولي بوبس قبل كده كذا مره، لكن ما قلتش التفاصيل بتاعته. انتوا شفتوه بس في قلب الديزاين يعني، وانا بحطه على الديزاين بتاع الكيك، لكن ما شفتوش التفاصيل انا عاملاه ازاي. عملته معاكم قبل كده في الكيك بتاع سبايدر مان، وكمان الكيك بتاع يعني كان في بداية شغلي، يعني كنت عاملة كيك كده فيه صدع كده من فوق، وهي الكيك كان الديزاين بتاعها هادي كده ورقيق وسيمبل. حبيت النهارده اشارك بقى معاكم الطريقه بتاعته عشان الناس اللي كانت سالتني قبل كده لما كنت منزله الفيديوهات دي. معانا الكيك النهارده شوكليت، ومعانا الكريمه شوكليت برضو، والحشوه كانت نوتيلا واوريو. وانا يا بنات بستخدم الاوريو المصري، ما حدش بقى يركز على الكيس اللي هو شافه دوت. لا، انا بستخدم اوريو مصري، ما بجيبش حاجات مقاطعه خالص. وانا منزله عندي على الجروب ان انا شغلي كله بالحاجات اللي هي المصريه. الكيس ده يعني كانت حاجه موجوده عندي وخلاص، انا استخدمتها بالفعل يعني. بعد كده بس الكيك زي ما انتوا شايفينه، لازم السقيان بتاع الكيك ده بيديله طراوه وبيبقى طعمه حلو جدا. بتبقي تاكلي فعلا حاجه دايبه. في ناس هتقول لا احنا ما بنسقيش الكيك، لا اسقي الكيك وانتي شوفي النتيجه. انا الاول فعلا فعلا ما كنتش بسقي الكيك، لكن بعد ما بقيت اسقيه وبقيت اخرج اوردرات فالحمد لله كان بيجيلي يعني ريفيوهات حلوه ان طعم الكيك جميل والذوبان بتاعه كان عاجبهم جدا. كده انا خلصت عندي الطبقات بتاعتي. هبتدي بقى احط عندي الكيك في التلاجة او في الفريزر زي ما اتكلمت معاكم الفيديو اللي فات. كده بقى جبت عندي كمان كريمه بيضه، ابتديت ان انا احط بس ايه، يعني اعمل زي ما بيقولوا كده تغطيه للكيك عشان الفرفتة. وبعد كده لما هعمل الوان هتبقى جزء بسيط هو اللي ملون بره من على الكيك، مش هتبقى كميه كريمه كبيره هي اللي متلونه. هبتدي كده ان انا اظبطها واديها شرب اتش، وبعد كده هبتدي ان انا احط اللون الموف. انا هعمل هنا درجة موف، ومش هغمقها لان لما الكيك هيخش عندي التبريد تاني الدرجة بتغمق معايا، فخدوا بالكم من الموضوع ده. لو انت عايزة درجة معينة وصلي لدرجة افتح قدام عينك، لان لما بتخش التلاجة او التبريد بتغمق درجة كمان. هنا للاسف المقطع اصلا كان اتحذف مش عارفه ليه. فهنا كنت حاطه اصلا لون موف زي ما انتم شايفينه، لون موف هادي جدا جدا يعني. هبتدي بقى اعمل عندي اللولي بوبس. جبت عندي 100 جرام من السكر، سكر حبيبات عادي زي ما انتم شايفين كده. وهحط عندي كمان 35 جرام ميه. مش شرط يعني الجرامات تكون مظبوطة قوي، بس يعني على الأقل يبقى ايه، يعني ما تبعديش قوي عن المقادير اللي انا بقولك عليها. وحطيت كمان 40 جرام عسل كلوكوز. لو مش متوفر عسل كلوكوز تقدري تعملي العسل بتاع الشربات اللي هو الحلويات التقيل زي الكنافة كده، وتحطي منه 40 جرام. بعد كده كان عندي ورق تنصفير مدور، حجمين، حجم كبير وحجم صغير، وزي ما انتم شايفين كان عليه رسومات. فانا عشان اسيح الرسومات دي واشيلها لان انا مش محتاجاها، فكنت بمسحها كده بميه بمنديل، وسيحتها خالص ومسحتها خالص من قلب الورق الترانسفير. بس كان في هنا برضو مشكله لان ده ورق طبعا هيتأثر بالحرارة، يعني هو عامل زي ال مش عارفه اقول لكم زي ايه كده، زي البلاستيك كده، حاجه رقيقه جدا. طبعا اتأثر معايا بالحرارة. زي ما انتوا شايفين وصلت للقوام اللي انا محتاجاه. هقول لكم دلوقتي القوام اللي انا محتاجاه عبارة عن ايه. انا لو انتوا شفتوا عندي الفيديوهات بتاعت حلاوة المولد هتفهموا قصدي في الموضوع ده. القوام اللي انا محتاجاه اختبر كده كل شوية القوام بتاع العسل او اللولي بوبس اللي احنا بنعمله، احط منه معلقه او حاجه بسيطه في قلب كوبايه فيها شويه ميه، واشوف الكره اللي نزلت دي هل هينفع تتكسر. هتتكسر معايا زي الازاز كده. لو اتكسرت معايا زي الازاز يبقى هي دي الدرجه اللي انا محتاجاها. لو الكره اللي انت حطيتيها يعني شويه العسل اللي نزلوا في قلب الميه جيتي تكسريهم لقيتيها طريه كده وبتتشكل معاكي وبتتشد، لا القوام دوت هيبقى مش حلو، هيبوظ معاكي اللولي بوبس.
يعني انا عملت طريقتين، حتى لو هتلاحظوا ان انا عندي هنا طبقتين من الالوان من اللولي بوبس. عملت طريقتين، فما استعجلت في الطريقه التانية. يعني عملت مقدارين واستعجلت في الطريقه التانية. فللاسف بقى طبعا لقيت اللولي بوبس واخد اشكال كده خزعبليه شكلها غريب. فهي دي بقى الفكره، ان انت لازم توصلي لمرحله ان انت تقطميها كده تتكسر معاكي زي الازاز، زي ما كنا بنعمل حلاوه المولد مع بعض. لو كده رجعوا برضو شوفوا في الفيديو هتشوفوا التفصيله دي كويس قوي. فخلصنا بقى كده اللولي بوبس، وعايزه اقول لكم ان ما ساعدتنيش خالص ورقه الترانسفير، لان طبعا احنا بنصبه وهو سخن، وطبعا ما كانتش ظابطه معايا الشكل. فبعد كده بقيت احط عندي على المفرش السيليكون، او تقدري تحطي على ورق زبده. وعندي بقى الكرات اللي هي الموف ديت، انا عاملاها من كيك بوبس، مش فلين ولا شوكليت، يعني ولا دي ولا دي، لان ولا كان متوفر قدامي فلين نفس الدرجه اللي كان متوفر قدامي، الدرجه السموني اللي انتوا شايفينها بتلمع ديت. لكن بصراحه لقيتها بعيده خالص، فحطيت منها مثلا اتنين بحيث ان هي تمشي مع البورد او القاعده بتاعه التورتايه. فالكور التانية انا عاملاها من الكيك بوبس، برضو احنا عملناها قبل كده مع بعض. لو حابة تشوفي الفيديو بتاعه هسيبهولك برضو ان شاء الله في اول تعليق مثبت. وابتديت احط بقى اسمها كده، هي قالت لي اكتبي لي اسم فراولة ورقم 25. حطيتهم لها كده. طبعا هي كانت عايزاهم كمان بشكل مختلف، شكل اللي هو الاكليريك. قلت لها للاسف انا مش عارفه الشكل ده بيتعمل فين، وصعب برضو عقبال ما هشوف حد يعملهولي، مش هيتعمل لي في يوم وليله والكلام ده. فقلت لها، اقترحت عليها ان انا اعمله لها بعجينه سكر. قالت لي انا خايفه لا تسيح. قلت لها طب بصي هبعد لك خالص عن عجينه السكر واعمله لك بعجينه جامبست، فمستحيل ان هي تسيح اصلا. وبرضو عشان تبقى هي مطمنه جدا كنت عازلاها برضو بشوكليت. والفراشات دي طبعا منزلاها على بنترست، وطبعاها عندي في اي مطبعه على ورق كوشيه 300 جرام. يا رب بس ما اكونش رغيت معاكم، بس انا حبيت ان انا اقول تفاصيل كتيره في قلب الفيديو. وبعد كده جبت مذيب الضغط، حطيت عليه شوية من الضغط الفضي، سوري الذهبي. وكمان دهنت بيه كده عند الحروف زي ما انتوا شايفينها. انا ما كانش ينفع اخد الخطوة دي قبل ما احطها، لاني اكيد انا كانت ايدي هتتبهدل، وكان ممكن كمان ابهدل حاجة من الكيك. لو مش متوفر عندكم مذيب الضغط، تقدري تستبدليه بروح الليمون او روح اللوز، او كمان شوية زيت، يعني زيت يكون نوعية نظيفة، عشان برضو ما يبقاش عامل ريحة في قلب الكيك اللي انت مستخدماه. وحطيت بقى زي ما انتوا شايفين كده السبرينكل الابيض والكريسب زي ما انتوا شايفين برضو كده، ما شاء الله الفينش بتاع الكيك بتاعنا كان جميلة جدا. طب انا عملت ازاي الكور اللي هي الموف؟ زي ما قلت لكم عملتها بالكيك بوبس، وكمان حطيت عليها دست فضي فاداني اللمعه، دست ابيض، اداني اللمعه بتاعت الكور كده، كاني اصلا انا مستخدمه حاجه زي الكور الفلين. فكان شكلها جميل جدا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس بالكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.